جدا وأنت أكلت كل شيء. لماذا تفعل هذا؟ تكلم بالدارجة المغربية وأعد ما قلته لي. واش درتي هادشي بصح؟ كيفاش كليتي بيتزاتي كاملة؟ ما فكرتيش فيا شوية؟ أنا ميت بالجوع وأنت كليتي كلشي. علاش كتعمل هكذا؟ ماشي شغلك فيا، أنا بغيت ناكل البيتزا. كيفاش ماشي شغلي؟ البيتزا كانت ديالي، كان عليك تسولني قبل ما تاكلها. هذا ما بقاش فيه الشغل. دابا ما عندي والو ناكلو بصحتك. ما غنسولكش علاش غادي نسولك انايا. هذا تصرف أناني للغاية. أنا كنت معتمدا على تلك البيتزا. كان يجب عليك على الأقل أن تفكر في مشاركتها معي. الآن أنا جائع جدا. ما الذي سأفعله الآن؟ ما بغيتش نشاركها معاك، سير كل راسك. هذا حقا سلوك سيء للغاية. كان من المفترض أننا صديقان، ولكنك بهذا التصرف أثبتت أنك لا تهتم إلا بنفسك. لن أنسى هذا الموقف أبدا. سأذهب لأبحث عن شيء آخر لأكله. هل أنت مسرور الآن؟ تكلم بالدارجة، تكلم بالدارجة. واخا فهمت. بالدارجة المغربية ولا لهجة أخرى؟ بالدارجة المغربية. بالدارجة المغربية. صافي ماشي مشكل. المهم هو أنك فهمتيني. دابا قل لي شنو ناوي دير. واش غادي تعوضني هاد البيتزا ولا لا؟ لا، ما غنعوضكش. سير شري واحدة أخرى. متأكد؟ واخا ماشي مشكل. أنا غادي نشري واحدة أخرى، ولكن عقل عليها. المرة الجاية اللي غادي نطلب فيها بيتزا ما غاديش نشاركها معاك. بسلامة. أصلا أنا ما قلتلكش تشارك معايا البيتزا. ولكنك لم تقل لي أيضا ألا آكلها. كان من المنطقي أن أفترض أننا سنتشاركها، نظرا لأننا كنا سنجلس معا. على كل حال، لن نناقش هذا الأمر أكثر. هل تريد أن نطلب شيئا آخر للغداء؟ تكلم بالدارجة المغربية. متأكد؟ واخا ماشي مشكل. أنا غادي نشري واحدة أخرى، ولكن عقل عليها. المرة الجاية اللي غادي نطلب فيها بيتزا ما غاديش نشاركها معك. بسلامة. أصلا أنا ماشي سوقي، علاش أنا غنقولك عطيني البيتزا؟ أنا غنشريها بفلوسي. حسنا، يبدو أننا لم نتفاهم بشكل جيد. وعلى كل حال المهم هو أنك ستشتري بيتزا أخرى. هل تحتاج إلى المساعدة في اختيار مكان جيد؟ غنشتري البيتزا لراسي ماشي ليك. انت ما غنشريش ليك البيتزا. حسنا فهمت. هل تحتاج إلى مساعدة في اختيار